تعال اقول لك عن واحد حول اكبر مشاكله لفرصه تخلق قصه نجاح. ده واحد كان نفسه يدخل كارير الاتش ار، بس كان مشكلته دايما هي نقص الخبره. بس الشخص ده بدل ما يستسلم هو قرر يستثمر في نفسه ويدخل دبلومه اتش ار متكامله في شركه ويل. من اول يوم هو ما كانش المعلومات اللي بياخدها معلومات سطحيه، دي كانت تجربة عملية حقيقية. خلال الدبلومة هو شارك في مشاريع فردي وجماعي عشان يقدر ينفذ استراتيجيات اتش ار ويشتغل على اتش ار سايكل بشكل بروفيشنال، وطبق اكتر من 50 موضوع بشكل عملي، من تخطيط لتوظيف لاداره مرتبات لكي بي ايز للموظفين ومتابعتهم. ومش ده بس، هو كمان اتدرب على المهارات الاساسيه للاتش ار، وكل ده كان من خلال تدريب عميق واختبارات مستمره. وبسبب الممارسه العميقه دي والشهادات الدوليه اللي هو خدها كان جاهز للشغل. وخصوصا ان بعد الدبلومه هو دخل انترنشيب في ويل وقدر ان هو ينفذ كل ده، ولكن على شركات واقعيه وعلى موظفين بالفعل. وطبعا خد شهادات خبره تثبت ده، وقدر يتميز في الانترفيو، وده خلى حلمه يتحقق بسرعه. وعمل كل ده وهو ضامن ومتاكد ان عنده مرجع يقدر يرجع له في اي وقت، وده لان ويل بتوفر له استشارات ومتابعات مهنيه مدى الحياه بشكل مجاني، عشان لو وقف قدامه اي مشكله يكون معاه مساعده فوريه حتى بعد ما يتخرج ويشتغل. دي قصه واحده من ضمن قصص كتير زيها لخريجين ويل. ولو انت نفسك تدخل كارير اتش ار ما تخليش نقص الخبره يوقفك، استثمر في نفسك واتدرب ومارس، هتلاقي النجاح معاك.